اهلا بيكم في مطبخ سوزي. ازيكم حبايبي قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى الشتاء يعني بيحب طبعا الحاجه اللي احنا هنعملها النهارده. مش بنقدر نستغنى عنها طول الشتاء. هنعمل مع بعض السحلب بطريقه حلوه جدا وسهله، وكل مكوناتها موجوده في البيت من غير بودره سحلب. يا جماعه هنعمل السحلب الجميل ده زي ما انتم شايفين، حاجه ما فيش بعد كده، بمكونات بسيطه جدا جدا في البيت موجوده كلها. يلا بينا حبايبي على الطريقه والمقادير. معانا حبايبي المكونات الأساسية بتاعة السحلب: كوباية من دقيق الرز. الرز ده يا جماعة أنا جايباه، دقيق الرز ده أنا جايباه جاهز، بس ممكن كوباية رز تغسليها كويس جدا وتنشفيها، ولولا ما تطحنيها في المطحنة في البيت دي ما فيش أي مشكلة. ودي العلبة بتاعة الرز، دقيق الرز اللي أنا بجيبها من هنا مكتوبة رايز ميل، موجودة عند أي أتراك أو الموجودين هنا السوريين كل بيبيعها. معانا كوبايه الا ربع زي ما انتم شايفين اللي هو النشا الذره، ومعانا كوبايه سكر بودر، ممكن تستغنى عنها وتحلي التحليه بتاعتك اللي انت عايزاها. ومعانا كوبايه من اللبن البودر اللي هو نيدو او اي نوع بقى، ومعانا كوبايه كريم شانتيه خام. دي الحاجات الاساسيه، المكونات الاساسيه. دلوقتي انا معايا طبعا في الخليط ده انا عملته بندق او لوز او اي مكسرات عندك، ممكن سوداني مفيش اي مشكله، وكسرتها كده بالمردنه، يعني كسرتها حتت صغيره زي ما انتم شايفين كده، ما كسرتهاش طحنتها خالص، وحطيت عليها جوز هند وحطيت عليها زبيب. المكسرات الحاجات اللي انت عايزه تحطيها تزوقي بكوبايه هتكون براحتك يعني زي ما انت عايزه. انا ما بحبش يا جماعه احط المكسرات دي جوه مع الخلطه اللي انا هعملها اقلبها دلوقتي في طبق. بحب اعملها على الوش بس، عشان خاطر لو عملتها في قلب اللبن وعلى النار بتتحرق من تحت وبتبقى مش حلوه خالص. بحب ازوق بيها بس من فوق. ماشي، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معانا بوله، هنحط كل المكونات دي حبايبي في قلب بوله، نقلبها مع بعض كويس جدا. اهو البوله اهي بتاعتنا، هنحط فيها اللبن البودر، ودي الرز او الكريم شانتيه، دي الرز والنشا. انا نسيت اقول لكم في المكونات الاساسيه برضو دي بقى اساسيه، حبه سمسم، ممكن تحطوها برضو في الخلطه اللي انتوا هتحطوها على الوش. وده السكر بودر. دلوقتي معايا حوالي نص كوبايه من السمسم المحمص، دي برضو حاجات اساسيه لازم نحطها جوه المكونات بتاعه السحلب. هنقلب كل المكونات دي حبايبي لحد ما كله يختلط ببعضه، وصدقوني بامانه احسن من الجاهز 100 مره. الطعم من غير طبعا بودره السحلب اللي هي بتبقى غاليه جدا، هيديكي نفس الطعم والريحه وكل حاجه. يعني انتوا لو شمتوها وهي كده لسه ما عملناهوش هتلاقوا نفس الريحه بتاعه السحلب، وعلى الاقل ما فيها احنا ضامنين طبعا المكونات بتاعتنا فريش وحلوه. بصوا قدامنا كميه يعني كبيره جدا، زي ما احنا هنعبي طبعا الكميه دي في برطمانات ونحطها ممكن في التلاجة، مش هيجرى لها اي حاجه. احنا طبعا في الشتاء بنحب الحاجات السخنه نستعملها باستمرار، فمش هتقعد معاكم وقت كبير. دلوقتي انا هجيب برطمانه تعبيها، هنعمل كوبايتين سحلب حلوين كده في الشتاء عشان يدفونا. هنشوف مع بعض الطريقه بتاعه السحلب مع بعض وهي بتتعمل برضو. دلوقتي معايا حوالي نص كوبايه من السمسم المحمص، دي برضو حاجات اساسيه لازم نحطها جوه المكونات بتاعه السحلب. هنقلب كل المكونات دي حبايبي لحد ما كله يختلط ببعضه، وصدقوني بامانه احسن من الجاهز 100 مره. الطعم من غير طبعا بودره السحلب اللي هي بتبقى غاليه جدا، هيديكي نفس الطعم والريحه وكل حاجه. يعني انتوا لو شمتوها وهي كده لسه ما عملناهوش هتلاقوا نفس الريحه بتاعه السحلب، وعلى الاقل ما فيها احنا ضامنين طبعا المكونات بتاعتنا فريش وحلوه. بصوا قدامنا كميه يعني كبيره جدا زي ما انتم شايفين كده. احنا هنعبي طبعا الكميه دي في برطمانات ونحطها ممكن في التلاجة، مش هيجرى لها اي حاجه. احنا طبعا في الشتاء بنحب الحاجات السخنه نستعملها باستمرار، فمش هتقعد معاكم وقت كبير. دلوقتي انا هجيب برطمانه تعبيها، هنعمل كوبايتين سحلب حلوين كده في الشتاء عشان يدفونا. هنشوف مع بعض الطريقه بتاعه السحلب مع بعض وهي بتتعمل برضو.
تعالوا بقى نشوف كده مع بعض الكمية اللي احنا عملناها. طبعا كمية كبيرة جدا وحلوة قوي قوي. كل المكونات دي يا جماعة حاجات بسيطة خالص، هنجيبها نعبي الكمية ونشوفها مع بعض هتدينا كام برطمان. غير ان احنا هنعمل طبعا كوبايتين سحلب مع بعض، نشوف الطريقة بتتعمل ازاي. بصوا قد ايه كمية كبيرة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده اهو. يقعد معانا بقى في التلاجة مدة طويلة جدا ولا يجراله اي حاجة. بصوا عبوا معانا البرطمانين دول زي ما انتم شايفين كده. بصوا البرطمانين كبار مش صغيرين، واتبقى معانا الحبة دول. الحبة دول هنعمل بيهم دلوقتي كوبايتين سحلب، هنشوفهم يتعملوا ازاي مع بعض. دلوقتي حبايبي معانا كزرولة، بس يا ريت ما تكونش بتلزق يا جماعة. ومعانا كوبايتين من الحليب. الحليب لازم نقلب السحلب وهو على البارد، ما نقلبوش سخن ابدا الحليب بتاعنا، ماشي؟ علشان خاطر ما يكلكعش معانا. ادي كوبايه، انا هعمل كوبايتين. كل كوبايه بقى هتاخد قد ايه؟ هتاخد كوبايه معلقه كبيره من بودره السحلب. انا بحبه يا جماعه ما يبقاش تخين قوي قوي، بحب السحلب بتاعنا ما يبقاش يعني سميك قوي، يعني الوسط. احلى حاجه الوسط يا جماعه. دلوقتي معايا هناخد من اللي بقى ده معلقه حلوه كده مليانه، ماشي؟ ومعلقه تانية، بناخد حبه صغننه كمان، ماشي؟ هنقلبهم دلوقتي على البارد زي ما انتم شايفين كده. انا بكتفي بصراحه بالسكر بتاع ايه، بتاع السحلب اللي انا حطيته. مش بحب احط سكر زياده يعني. اللي حابب السكر يكون زياده يزود في المرحله دي السكر اللي هو عايزه. اهم حاجه بس نتاكد يا جماعه ان هو ايه، مفيش اي تكتلات. عشان نتاكد ان مفيش اي تكتلات جبت المضرب اللي هو السيليكون اليدوي ده، ونقلبه كده كويس جدا عشان نتاكد ان هو ايه، مفيهوش اي كلكعه. بعد ما نقلبه كويس جدا على البارد يا جماعه، اللبن اللي يكون لازم بارد، هنحطه بقى على النار. دلوقتي انا حطيته على النار زي ما انتم شايفين، ايديا فيه لازم على طول على طول، خاطر عشان خاطر ما يكلكعش معايا ويبقى طعمه مش حلو خالص يا جماعه. ايديكوا في السحلب كده على طول لحد ما يغلي معانا، ومش لازم على النار عاليه قوي قوي عشان خاطر ما يشدش من تحت. اهو اهو نفضل ايدينا كده فيه اهو يا حبايبي. قرب يخش في مرحله الغليان زي ما انتم شايفين كده. هنسيبه يعني ثواني بعد ما يغلي، ما نطولش عليه قوي كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده بدأ يعمل بيبقبق كده اهوت، بيغلي. خلاص كده نطفي عليه البوتاجاز، والسحلب بتاعنا استوى، ونطفي عليه بقى ونصبه بس كده. يلا بينا بقى نصب السحلب بتاعنا في كوبايات. بصوا حاجة جميلة جدا في الشتاء بصراحة، تحفة تحفة. ادي كده اهو نصبها. السمك ده حلو قوي يا جماعة، انا ما بحبوش تقيل عن كده. اللي حابب يبقى اتقل من كده يزود عليه معلقة كمان كبيرة، بس انا بحب بصراحة بحبه كده عشان هو كل ما بيقعد بيتخن كده اهو. ونحط بقى المكسرات بتاعتنا، اي نوع مكسرات انتوا حابينه، حبه كده على الوش. لو حابين برضو مع مكسرات تحطوا تاني سمسم او اي حاجه تحطوها، الكميه اللي انتوا حابينها اهو. ايه رايكم بقى في السحلب الجميل بتاعنا؟ حاجه مفيش بعد كده يعني. بتمنى فعلا الوصفه تكون عجبتكم يا جماعه، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واقول لكم سلام، باي باي.